السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. أخيرا توكيل كيان وكيل علامة سكودا في مصر فتح باب الحجز على موديل 2025 من عربيته الجميلة جدا سكودا كودياك، العربية السبع راكب الاس يو في الميد سايز اللي بتيجي بقى دلوقتي بأربع فئات. واحنا كنا عملنا لحضراتكم للعربية دي فيديوهين. أول واحد كنا بنتكلم فيه إن في جيل جديد للعربية نازل أو موديل حديث بقى، هو يعتبر جيل جديد يا جماعة لأن العربية اتغيرت شكلها من بره وكمان من جوه. وفي فيديو بقى تاني اتكلمنا فيه إن في مستوردين في مصر تقدر بقى تستورد عن طريقهم العربية. لكن النهارده بقى الفيديو معانا خلاص، العربيه دلوقتي تقدر تستوردها او تقدر تجيبها من الوكيل نفسه، وكمان ان شاء الله بقى كام يوم او قريب جدا هنلاقي بقى العربيه دي موجوده في المعارض، كمان تقدر بقى تشتريها من المعارض. طب اسعار موديل 2025 ايه والفئات والاختلافات بين الفئات، ده اللي هنتعرف ان شاء الله عليه مع حضراتكم بس بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم من تاني. كيان قدم العربيه باربع فئات، اسعارهم زي ما بين لحضراتكم بقى على الشاشه. دي الاسعار الرسميه، وطبعا بقى العربيه لما تنزل في المعارض اكيد هنلاقي عليها اوفر برايس. وبقى الجميل هنا ان كمان موديل 2024 اللي هو بقى لسه موجود برده في المعارض نازل عليه دلوقتي تخفيضات. في معارض كمان بتنزله باقل من السعر الرسمي، يعني معلوش اوفر برايس، لا ده كمان حطوا له بقى اقل من السعر الرسمي عشان يخلصوا بقى من الموديل بتاع 2024 اللي لما ينزل 2025 هو طبعا محدش هيشتري بقى 2024. 2025 بقى نازله بتحديثات جامده جدا من بره ومن جوه، عربيه شكلها حلو جامد جدا. خلينا نتكلم حضراتكم ان شاء الله الاول بس عن مواصفات العربيه. عربيه اس يو في ميد سايز، اول جيل ليها كان سنه 2017 والجيل الثاني كان سنه 2023. في فئات للعربيه بتكون خمس مقاعد وفئات بتكون سبع مقاعد، شكلها شيك جدا ومن اكتر العربيات الناجحه عامه في العالم على مستوى ميد سايز الاس يو في، ومن كمان اكتر العربيات الناجحه عند علامه سكودا. العربيه بقى شكلها اشيك من بره جامد جدا زي ما شايفين حضراتكم، بقى الشبكه الكروم مع كمان بقى في تريم جوه الشبكه نفسه، تريم اضاءه كده ال اي دي جوه الشبكه نفسها، مع المصابيح الماتريكس ال اي دي اللي حوالين الشبكه اللي موجوده من اول فئه. وكمان هتلاقي ورا مصابيح لايت بار مع شكل برضو الفوانيس اللي على شكل سيك، شكلها جامد جدا. ابعاد العربيه بقى بتكون الطول 4 متر 75 سم والعرض متر 84 سم، وطول قاعده العجلات 2 متر 79 سم. طيب اتعرفنا بقى على الاسعار وعلى كمان الفئات وعلى المواصفات، تعرف بقى على الاختلافات بين الفئات. العربيه بتيجي من اول فئه بالموتور ال 1400 سي سي تربو من نوع التي اس اي، الموتور الشهير بقى بتاعت علامه فولكس فاجن، بيكون 150 حصان 250 نيوتن عزم مع فتيس دول كلاتش او دي اس جي 7 سرعات. الارقام بقى متعلقه بالتسارع والكلام ده كله. التسارع بيكون في زمن 9 ثواني و7 من 10، واستهلاك البنزين بيكون 6 لتر و9 من 10 كل 100 كيلو، واقصى سرعه بتوصلها العربيه في الساعه 202 كيلو متر. من اول فئه في العربيه موجود مصابيح ماتريكس ال اي دي قدام وورا مع اشارات جانبيه ديناميكيه، شبكه من الكروم، كاميرا اماميه بقى عشان خاطر الرؤيه المحيطيه 360 درجه حوالين العربيه، موجود حساسات ركن اماميه وخلفيه، مرايات ضم واغلاق وكاميرا في كل مرايه بقى عشان الرؤيه ل 360 درجه، بصمه في الابواب مع جنوط رياضيه 17 بوصه. بالنسبه بقى لسعه الشنطه فبتكون 340 لتر، ده بقى لما تكون مش منزل الكراسي. اما في الفئه الخامسه لما تكون بقى منزل الصف الثاني من الكراسي المساحه بتوصل معاك ل 910 لتر. في الفئه اللي فيها سبع كراسي لما بتكون منزل الصف الثالث توصل المساحه معاك ل 845 لتر. لما بتكون تاني الصف الثاني والصف الثالث بتوصل بقى المساحه معاك لاكثر من 2000 لتر. موجود برضو زجاج خلفي فاميه او ملون، موجود من اول فئه فتحه السقف بانوراما، دي حاجه اوبشن حلو جدا طبعا. جوه العربيه بقى نلاقي الماتيريال سوفت في الابواب مع فرش جلد شيك مع مساحات حلوه للرجلين والراس، فتحات تكييف في الكونسول الوسطي مع مخارج يو اس بي، وكمان بتكون سبع مقاعد وفي ذاكره بقى في الكراسي وتسخين. كرسي السائق بيكون كهرباء وفي مخرج بقى كهرباء 230 فولت. امبيانت لايت او اضواء محيطيه مع شاحن وايرلس، نظام صوتي مكون من 8 سماعات مع شاشه وسائط 10 بوصه بقى فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو مع لوحه اعدادات وطاره مالتي جلد. منطقه الكونسول ما بيبقاش فيها اي حاجه بقى غير الكاب هولدرز، تحت بقى باب كده شكله شيك جدا زي بقى يعتبر معظم موديلات سكودا الحديثه. طبعا بقى اتنقل عصايه الفتيس مع الفرامل ده كله اتنقل ورا الطاره عشان يدي بقى المساحه بتاعت الكونسول دي شكل شيك جدا. وسائل الامان موجود من اول فئه في العربيه 6 ايرباج مع كروز كنترول، هيل اسيست او مساعد صعود المرتفعات، موجود مراقبه ضغط الاطارات، الرؤيه المحيطيه 360 درجه، بريك اسيست، وسائل امان قويه جدا. تاني فئه بقى بتزيد اللي بيكون مقاس الجنود 18 بوصه، موجود بقى كمان دعم القطنيه كهرباء، والكرسي السائق والراكب الامامي بيكونوا كهرباء وفيهم ذاكره. الفئه الثالثه بتزيد اللي بيكون مقاس الجنود 19 بوصه مع فرش جلد شيك جدا بقى بلون الكونياك كده او الشامبين، شكله جميل جدا طبعا. موجود بقى كمان في الفئه الثالثه هيد اب ديسبلاي او شاشه عرض المعلومات على الازاز القداماني. الفئه الاخيره اللي هي سبورت لاين بيكون فيها شاشه وسائط 13 بوصه مع جنوط 20 بوصه، والشبكه بتكون فيها باللون الاسود اللامع، فالمقاعد بتكون بخامه جلد القنطره الشيك جدا الجميله. يعني العربيه من اول فئه يا جماعه بينزل يعتبر فيها الاوبشن الكامل، فتح السقف بقى والكاميرات والايرباجز والدلع كله.
العربيه لو اتقدمت بقى في السوق بنفس الاسعار الرسميه هتبقى حلوه جدا، هتحط بقى على عربيات كتير جدا. ولو الوكيل يعتبر برضه سرع في نزول العربيه، طبعا هو بقى فتح باب الحجز لكن لسه ما شفناش اي عربيه او حد استلم. ولسه باب الحجز مفتوح برضه قريب جدا مثلا من يوم او يومين، تمام. بس برضه يعني المفروض يعني التوكيل يسرع شويه في ايه، في حوار ان هو يعني يبدا ان هو ينزل العربيه ويبدا بقى ان هو ينزلها في المعارض. سكودا كودياك عربيه اس يو في ميد سايز ناجحه جدا وعمليه، يعتبر بقى سيده العربيات السبع راكب في العالم. الوكيل قدمها باربع فئات تعرفنا بقى عليها من خلال الفيديو. لو عجبك بقى الكلام ده كله لايك وشير وسبسكرايب، ونقابل حضراتكم ان شاء الله مع فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.